عفاف شاكر هي الأخت الكبرى للفنانة شادية. مثلت ودخلت عالم الفن، ولكنها لم تحظى بنفس شهرة شادية ولا حتى أخدت حظها في الفن، برغم إن هي اللي كانت السبب في دخول شادية في عالم الفن. وهي لم تستمر في التمثيل كتير لأن هي اتجوزت من الفنان كمال الشناوي، واتجوزت بعده راجل كان مسيحي وأسلم علشان يتزوجها. اسمها الحقيقي إيجا. ولدت في 15 يونيو 1929، وهي من أصل تركي ومن مواليد تركيا. والدها ينتمي لعائلة ثرية، وكان أدميرال في الأسطول البحري التركي. أمها هي خديجة، تزوجت من أبو شادية أحمد كمال الدين شاكر، وكان وقتها عندها عفاف وسعاد. وبعد كده خلفت شادية اللي هي أصغر البنات. بدأت دخول عالم الفن وعمرها 20 سنة من خلال دور في فيلم ملاك الرحمة مع يوسف وهبي وفاتن حمامة سنة 1946، وشاركت كمان في فيلم أحمر شفايف مع نجيب الريحاني. فهي اللي قدمت شادية للمخرج محمد عبد الجواد، وقالت له إن صوتها حلو. لما سمعها عجبته جدا ورشحها لدور في فيلم أزهار وأشواك سنة 47. شاركت عفاف شاكر في عدة أفلام زي أمال وأحمر شفايف وملك الرحمة وليلة غرام وهدى والدنيا حلوة مع شادية. وآخر أعمالها كان كل الرجالة كده، ودي كانت مسرحية بطولة الفنان إسماعيل ياسين. اتجوزت عفاف شاكر مرتين، الأولى من الفنان كمال الشناوي، ولكن حصل الانفصال بعد 30 يوم زواج، واتجوزت لتاني مرة من أحد الأطباء السودانيين اللي كان بيدرس في الإسكندرية، وكان مسيحي ولكنه أشهر إسلامه من أجل الزواج بها. وتعرف عليها لما كانت بتعمل في فرقة يوسف وهبي، وكانت تعبانة وتعاني من وعكة صحية شديدة، واستدعوا الطبيب ده، وكانت حالتها تستدعي الرعاية الطبية، ففضل سهران معاها طول الليل لرعايتها، وحس بانجذاب ليها وحس ان هو بيحبها، وقال ان هو عرض عليها الجواز ولقاها اتكسفت جدا ووافقت، وقرر ان هم يتجوزوا سنة 1958 واشهر اسلامه لاجلها. ورحلت عفاف شاكر عن عالمنا في 2020 في 31 مايو في امريكا عن عمر 90 سنة، ودفنت في المقابر الاسلامية في كاليفورنيا.